مستمعينا ومتابعينا للي عم يتابعونا عبر التردد 103.5 موجة الاف ام، ايضا للي عم يشاهدونا على صفحتي الاذاعه راديو بوير وبوير عربي. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج صحتك بالدنيا. معكم انا عماد خلف من وراء الميكروفون، وضيفي بالاستديو الدكتور منال محمد، اختصاصي بامراض النساء وجراحتها. اسمحوا لي رحب بضيفنا لحتى نبدا لقائنا. مساء الخير دكتور، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، مساء النور بكم المستمعين. مستمعينا، ضيفنا اخصائي نسائيه، واليوم موضوعنا حيكون هو من احد المواضيع المهمه عند النساء، اللي هو الاسقاطات العفويه. يا ترى شو اسبابها، كيف بتكون اعراضها، شو العلاج وكيف بيتشخص، والعديد من المحاور رح نناقشها. لكن فيكم تنضموا لنا عبر الاتصال بالرقم الارضي 429 101 او عبر الواتساب ب 093 82 80 81 4 على صفحتي الاذاعه على راديو بوير وبوير عربي. فيكم تراسلونا عبر كومنت، اكيد رح نجاوب على اسئلتكم ورح نفوت بموضوعنا دغري مباشره، اللي هو الاسقاطات العفويه. كتعريف رح يعرف لنا اياها دكتور منال. اهلا وسهلا فيك. لا، اسقاط الحمل او فقدان الحمل العفوي هو فقدان الحمل اللا ارادي. نعم. خارج اراده الحامل. نعم. قبل ان يبلغ الجنين الحياه او قبل الاسبوع 24. هذا هو التعريف الحرفي للاسقاط العفوي. طبعا الاسقاط العفوي هنا فينا نصنفه الى صنفين. ايوه. اسقاط عفوي باكر قبل الاسبوع 12، واسقاط عفوي متاخر من الاسبوع 12 الى الاسبوع 24. تمام. طبعا الاسقاطات نسبتها كثيره، يعني نسبيا كثيره. هلا مثلا بالمية 57 من الحمول المشخصه لا تصل الى الاسبوع 24. تمام. بالمية 57 من الحمول المشخصه. من هال 57% 75 الاسقاطات تكون في الثلث الاول باكر. نعم. و25% في الثلث الاخير. الاسقاطات بالاجمال 37% من الحمول تلفقت. صح. 37% من الحمول. طبعا الكثير من الحمول احصائيات يعني مؤكده مثبته. نعم. عالميا يعني. نعم. هاي احصاءات امريكيه ومثبته بمناهج نعم. الاختصاص ومناهج. نعم. ف بالمجمل 37% من الحمول تنفقد. نعم. قبل ان تشخص. اما الحمول المشخصه قلت 57% تنفقد قبل ان تصل الى الحياه بالاسبوع 24 من هاي. طبعا الاسقاطات الباكره كمان فينا نقسمها الى قسمين. اسقاطات ما بنشوف نبض الجنين ما بينبض تماما، ويكون نحن نسميها بالطب بيضة رائقة أو البيضة الموقوفة. يعني الجنين الأعضاء الجنين لا تتكون. تماما. لا ما بنشوفوا نبض عليكم. تماما. الإسقاطات هاي غالبا أسبابها تشوهات خلقية. صح. الجسم بيرفضها يعني. تشوهات خلقية. لا، تشوهات خلقية صبغيات. يعني تشوهات خلقية. نعم. بالمضغة نفسها. نعم. اما الاسقاطات اللي بنشوف فيها نبض الجنين هاي نسبه الاسقاط فيها قليل. يعني اذا مريضه اجتنا وشفنا نبض الجنين نسبه الاسقاط تنخفض ل 5%. تماما. حلو. فلهالشيء الاسقاطات الاسباب الاسقاطات مثل ما قلت مشان تماما نفوت على المحور الثاني. تماما. الاسباب الاسقاط العفوي كثيره. مثل ما قلت نسبة 50% من هالاسقاطات أسباب صبغية خلقية. تشوهات خلقية. طبعا نحن في عبارة بتقول الرحم يطرد الجنين الغير طبيعي بالطريق الطبيعي. تماما. سبحان الله. وأنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. تمام. فالجنين المشوه، الجنين اللي عنده تشوهات ينفقد. سبحان الله. وقليل من الأجنة أو المشوهات تصل إلى مرحلة الولادة. يعني تعيش يعني. تماما. بالإضافة إلى الأسباب الخلقية أو الأسباب التشوهات الصبغية هناك أسباب مناعية. أيوة. هناك أسباب هرمونية. وهناك أسباب إنتانية. ممكن. نعم. هناك أسباب من الرحم نفسه. أسباب تشوهات بالرحم ممكن نتيجة مداخلة جراحية أو نتيجة وجود أمراض بالرحم أو التصاقات أو تشوهات خلقية بالرحم. وهناك أسباب مناعية مثل ما قلت. صح.
فكثير من هالأسباب هاي تجتمع وتؤدي إلى فقدان الحمل. تمام. طبعا الحمل بس مريضة فقدت مرة الحمل يمكن أن يتكرر فقدان الحمل مرة ثانية. نعم، فرصة. فالمريضة اللي ما عندها ولد حي نسبة الإسقاط عندها أول مرة 13%. فرصة الإسقاط الثاني بتصير 19%. الإسقاط الثالث مرة ثالثة بالحمل نسبته تصير تقريبا 35%. مضاعفة. إذا واحدة عندها 3 إسقاطات الإسقاط الرابع يصير عندها 47%. محتوم يعني، شبه مؤكد يعني. تقريبا بيكون نفس الأسباب ونفس الصيرورة يعني. صح. أما المريضة اللي عندها طفل حي، أيوة، نسبة الإسقاطات عندها بين ال 12 لل 34%. أقل. أول إسقاط 12، ثاني 15 16، ثالث 24، والرابع 32. فلهالشيء تقريبا الإسقاطات هلا وحدة إذا بتقول عندي إسقاطات دكتور بيقول لنا والله جنينها يوصل الأسبوع 12 يسقط، صار 3-4 مرات و5 مرات بيكون نفس السبب موجود. تمام. فسبب إما تشوه خلقي نتيجة عوامل وراثية أو نتيجة عوامل مناعية، معناته في سبب موجود. تماما. يجب البحث عنه يعني. ونفس السبب بيتكرر. لهالشيء أي مريضة تجينا بقصة إنه إسقاط متكرر يجب أن ندقق البحث ونستقصي عن السبب. بحاجة للدراسة يعني. تماما، دراسة معقمة، دراسة تاريخ المريضة المرضية وفحصها وفحص هرموني عندها قصة عائلية، عوامل وراثية. ويفضل طبعا نحن عندنا ما في هالتحديد انه ناخذ خزعة من المشيمة او من الجنين ونشوف صيغته الصبغية. نعم. لنتأكد انه اذا في تسلل صبغي او صبغي احادي او وهكذا يعني. فالاسباب مثل ما قلت الاسباب كثيرة ويمكن يتكرر طبعا عند المريضة، يمكن يتكرر خاصة الاسقاطات مثل ما قلت الباكرة اللي اسبابها اسباب خلقية او تشوهات خلقية بالمضاد. تمام. هناك اسباب هرمونية عند المريضة مثلا. طبعا كل مريضة لما يكون الحمل موجود فالحمل يكون يدعم جسم المريضة، يدعم الحمل هرمونيا. نعم. ان كان نحن نسميه من المبيض او الجسم الاصفر او حتى على مستوى الغدة الدرقية والغدد الاخرى. تمام. ففي قصور بالجسم الاصفر يمكن يؤدي الى اسقاط، قصور الغدة الدرقية يمكن يؤدي الى الاسقاط. المريضة السكرية اللي السكري عندها غير مضبوط ايضا يمكن فرصة كبيرة عندها. طبعا. هناك اسباب اخرى غير العوامل، مثلا المريضة اللي عندها سوء التغذية، ايضا المريضة اللي عندها ارتفاع توتر شرياني، ايضا التدخين متهم كمان بوجود الاسقاطات. عامل آخر. غير الاسقاطات اللي عندها اسباب خلقيه فيمكن تتدخل. نعم. الانتان يمكن يتدخل بحدوث الاسقاط، لكن ليس مثبت، ولكن الانتان يؤدي الى حدوث الاسقاطات المتكرره. هناك اسباب مناعيه يمكن تؤدي الى وجود اسقاطات للمضغه خلال الفتره الباكره هاي. نعم. ومثل ما قلت فكل هالاسباب يمكن يجتمع سبب او سببين او اكثر. نعم. الى فقدان الحمل الباكر. دكتور، من خلال حديثك من شوي حكيت انه ممكن تشوهات الرحم. هلا في ممكن يكون عامل من عوامل الاسباب مثلا وجود ليف بالرحم او الياف مثلا كتل متعدده مثلا. طبعا اذا كان النواه اللي فيه او الورم اللي فيه موجود بمخاطيه نعم. تحت المخاطيه الرحم او بالعضله الرحميه يمكن يؤدي الى سوء في تعشيش البيضه الملقحه ويؤدي الى الاسقاط. وهناك مثلا عده مثلا مرضى يتعرضون الى تجريف جائر. صح. مثلا نتيجه اسقاط صاير بالعلاج انه تجريف رحم ان كان استقصائي او ان كان علاجي. نعم. فالتجريف الجائر يؤدي الى تأذي بطانه الرحم. صح. فالبطانه ما تتعشش بشكل ما عاد تقدر تستقبل الجنين بشكل كويس ولا. فالتجريف الجار كمان يؤدي الى الاسقاط او سوء التعشيش. وهناك ايضا التصاقات يمكن يصير نتيجه العمل الجراحي هذه يصير التصاقات بين بطانه الرحم ويؤدي الى اسقاط الحمل. طبعا هناك ارحام مشوهه، رحم مثلا صغير او رحم نحن بنقول مشوه
تماما. فهذا يوجد حاجز مثلا بين الرحم، فالهشي كمان الحمل لا يعشش بشكل نظامي حاضنة ويؤدي غير الى مناسبة. اسقاط. تمام. طبعا هل التشوهات هل الاسباب اللي تؤدي الى الاسقاطات غير الاسباب الخلقيه اللي قلت يمكن تشخيصها، يمكن معالجتها ايضا. تماما. تماما. اكيد دكتور، الاسباب هي اذا دخلنا فيها اكيد رح تكون اسباب كثيره، ولكن هي كانت من جمله الاسباب الاكثر يعني بالخطوط العريضه حكينا عنها. طب دكتور، هلا الاعمار، العمر له دور كمان؟ مثلا تكون سيده مسنه يعني حملت بسن متاخر، او تكون يعني اقل من عمر ال 18، فيها الحالات هاي كمان. العمر له دور بالاسقاط؟ العمر المثالي للحمل بين السنه 18 وال 25 سنه. تماما. هلا بعد 30 وبعد 35 تزيد نسبه التشوهات الخلقيه. ممكن. فهالتشوهات الخلقيه تندرج تؤدي الى اسقاطات. صح. وطبعا الاعمار المبكره كمان بيكون لسه الدار الهرمونيه عند المراه غير مكتمله، او حتى الجهاز البولي التناسلي غير مكتمل، او صح. غير جاهز لاستقبال الجنين، كمان يمكن يؤدي الى اسقاطات. تمام. فلذلك المراه العمر المثالي للحمل هو بين السنه 18 ل 25 ل 30. حلو كثير. هذا هو العمر المثالي للحمل. تماما. مستمعينا للي عم يسمعونا، انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور منال محمد، اختصاصي بامراض النسائيه. عم نحكي عن موضوع الاسقاط العفوي. هذا موضوع مهم كثير، ويعني محور مهم كثير، هيك حبينا نناقشه اليوم ونسلط الضوء عليه. دكتور، هلا الاعراض، شكل الاسقاط كيف بيكون؟ طبعا العفوي طبعا. الاسقاط العفوي طبعا اعراضه تقريبا نفس الشيء. تشكو المريضه من الم فوق العانه. نعم. الم بطني. نعم. مع وجود شعور بالمغص. ايوه. مع وجود نزف نسائي. طبعا المريضه تاتي تراجع طبيب بهذه الاعراض. طبعا اللي يمكن الالم يكون شديد. نعم. يؤدي الى غثيان وقياء وما الى ذلك. ايوه. فالمريض تاتي طبعا التشخيص بيكون تشخيص الحمل. إذا كان عمر الحمل قلت فوق في عمر التشخيص بالإيكو، يمكن أن يشخص بالإيكو أو بتشخيص بمعايرة هرمونية أيضا. طبعا هناك عدة حمول موجودة، ولكن لا تشخص بالإيكو، تشخص بالمعايرة الهرمونية. تماما. فالمعايرة الهرمونية هي تؤدي إلى تشخيص العمر الباكر، الحمل الباكر. نعم. وتؤدي إلى كمان الوقاية إذا كان فينا نعمل شيء للحمل هذا. تماما. فالأعراض تتراوح بين الأعراض الشديدة، نزف صاعق. أيوة. وألم شديد. نعم. وأعراض خفيفة، ألم أسفل الظهر وانزعاج وحس ثقل. تماما. ونزف خفيف. تقلب مزاج. تماما. يعني. تماما. العلاج يكون حسب السبب. هلا إذا تجيني مريضة، طبعا هون كمان الإسقاط فينا كمان بالتشخيص كمان نصنفه. اسقاط في طور الحصول. ايوه. يعني اسقاط حاصل ولكن لسه مو منتهي. اسقاط تهديد بالاسقاط. هناك اعراض للاسقاط والحمل مهدد بالاسقاط، ولكنه لم يسقط بعد ولسه الامور بخير يعني. فيكم تتداخلوا. الاسقاط التام او الاسقاط المحتوم هو الاسقاط اللي خلص راح الجنين وما عاد فيه انفصل عن الرحم. تماما. هناك اسقاط نسميه اسقاط منسي. يكون الجنين متوفي، الحمل متوفي. أيوة. موجود، ولكن المريضة الجنين متوفي، المريض لم تحس به لم تشعر بأي أعراض. الجنين وقف نمو، بعد شهرين شايف حاله انه الجنين ما نشوفه عليكم انه والله الجنين ما في متوفي. نعم. هذا نسميه اجهاض منسي. اجهاض منسي. ايه. فلهالشيء انه الاجهاض كمان بتشخيصه كمان له مثل ما قلت تصنيفات ايضا، ومثل وتدبيره يختلف. اكيد. طبعا على كل مرحله. تجيني مريضه مهدده بالاسقاط، عندها نبض الجنين واضح ولكن في شويه نزف، في شويه الم. اهم شيء نعطيها الراحه. تماما. الراحه هو اهم علاج للمريضه. عندنا عوامل مؤهبه مثلا ارتفاع توتر شرياني وكذا وكذا. بغض النظر انه طبعا رح نعالج الاسباب. المريضه انه
مثل ما قلت اذا في نبض بالجنين هذا احتمال ان الجنين يبقى كثير موجود تماما. فالراحه ونعطيها ادويه مسكنات اذا في وبتحافظوا على تمام. الجنين. اذا فينا ندعم كمان هرمونيا للجنين مهم. اذا كان شكينا بسبب الاسقاط انه قصور باحد الهرمونات طبعا نعم. بعد اجراء التحاليل والاستقصاءات، اكيد. وفينا نتجنب فقدان الحمل. اما الحمل اللي مو مشخص او الحمل اللي ما شفنا نبضه هذا اللي ما او البيضه الرائقه هاي اللي ما بدا استقصاءات كثيره لانه خلاص الجنين نفقد منه الامل يعني تماماً. الجنين ما راح ينمو يعني. الاسقاط خلاص يعني نعم. محتوم يعني. اذا حتى ما صار فينا نخلص المريضه بالادويه او بالتجريف يعني. تجريف يعني. اكيد. دكتور هلا موضوع التشخيص، هلا من شوي حكيت عن موضوع التشخيص يعني كيف بتشخصوا هلا المريضه اللي اجهضته عفوا اللي اسقطت، هذا خلص صار محتوم يعني كل شيء رح يكون مبين بالعيان، ولكن المريضه اللي ممكن تكون عندها فرصه اسقاط، لو تحكي لنا عن هالمحور يعني هذا. تهديد الاسقاط. تمام. التهديد مرحله التشخيص. تمام. تشخيص تهديد الاسقاط. هلا نحن المريض تجينا مثل ما قلنا بقصه الم اسفل نعم. الظهر، بقصه الم بطني، وبقصه تمشيح او نزوف دمويه صغيره. طبعا بعد اجراء الاستقصاءات نستقصي عن المريضه بشكل كامل ان كان العلامات الحيويه من ضغط ونبض وما الى ذلك. نعم. استقصاءات تحليل زمرة الدم وما إلى ذلك طبعا. أيوة. أكيد. التحاليل الكاملة والتحاليل الهرمونية. هذا في عندنا تحاليل اسمه بيتا اتش سي جي، هذا لازم بالحمل الطبيعي يتضاعف خلال يومين أو 3 أيام، مناه 40 ساعة. تماما. إذا شفنا التحليل هذا ما ضاعف معناته إما الجنين غير قابل للحياة أو متوقف عن النمو، أو يكون حمل خارج الرحم، لانه الجنين بده شيء 6 ايام ليتعشش بالرحم، والحمل يكون اعراض الحمل موجوده. صح. فيمكن الجنين هذا متعشش بخارج الرحم بالبوق او بمنطقه ثانيه. تماما. حمل هاجر يعني بشكل بالطريق بالايكو يمكن ما نشوف. بالتحليل الحمل موجود وبالاعراض الحمل موجود، ولكن بالايكو ما في شيء بالرحم. صح. فنحن هون بدنا نستقصي مخبريا او هرمونيا ونراقب المريضه. والتحليل هذا موجود عندنا بالمنطقه. أكيد. تماما. حلو كثير. فاستقصاء الهرموني هو أحد وسائل تشخيص الحمل الفعال أو الحمل الفاعل اللي ضمن الرحم، أو الحمل الضعيف أو الحمل اللي موجود خارج الرحم. فنحن لما نقول مريضة مهددة بالإسقاط يعني الحمل موجود، النبض الجنين موجود، ولكن هناك عوامل مؤهبة لفقدان الجنين مثل النزف مثل الألم. هاي المريضة هاي بنداريها بالراحة المنزلية بإعطاء المسكنات الخفيفة، وبإعطاء إذا كانت أسباب ضعف هرموني نعطيها دعم هرموني مشان نحافظ على الجنين. تماما. هناك تخوف من إعطاء مثبتات الحمل. أيوة. قبل التأكد من نبض الجنين. تماما. فإعطاء البروجسترون الهرمون المثبت للحمل، إعطاء البروجسترون قبل التثبت من نبض الجنين وقبل الأسبوع 8 من الجنين، هذا عنده سيئتين أو مأخذين. نعم. أول شيء الجنين اللي غير قابل للحياة، حتى إذا أنت أعطيت بروجسترون خلاص أنت بتحافظ على هالجنين وهالمحصول حمل بالحمل دون فائدة يعني. صح. وممكن يسبب إنتان يعني. مو إنتان بس تأخر العلاج. صح. هذا هو. 2 حتى إذا كان الجنين قابل للحياة يؤثر على الأعضاء الجنسية للجنين الأنثى. نعم. إنه هو هرمون مذكر. فنحن شوي نتحفظ بإعطاء المثبتات الحمل بحرص يعني. نتحفظ بإعطاء المثبتات الحمل بالحمل الباكر قبل تشخيص الحمل، وقبل هلا ينعطى مرات إنه مثبتات حمل عفوائية يعني عشوائيا أو بشكل روتيني لبعض المريضات اللي عندهم إسقاطات متكررة. صح. على أساس إنه وقاية. تماما. نحن نتحفظ على إعطاء مثبتات الحمل أو العوامل الهرمونية خاصة البروجسترونية بشكل عشوائي أو بشكل روتيني مشان جنس المولود يعني. لا جنس يعني الجنين أنا يعني. قلت في مأخذين. مأخذين يعني. إذا الجنين كان مشوه. نعم. وإذا الجنين إذا كانت البيضة رائقة وبيضة موقوفة، إذا ما نستفيد من المثبتات. تماما. وكمان يعني إعطاء البروجسترون بفترة باكرة
يمكن يؤدي بجرعات عاليه، يمكن يؤدي الى، اذا كان جنس الجنين انثى، يمكن يؤدي الى تشوهات خلقيه عند. لهالشيء نتحفظ على اعطاء المثبتات الحمل بشكل عشوائي وبشكل روتيني تماما، دون التشخيص انه عوز هرموني او عوز بروجسترون المؤدي الى تهديد الاسقاط. حلو كتير. رح اذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، انتم عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور منال محمد، اختصاصي بامراض النسائيه وجراحتها. عم نحكي عن موضوع الاسقاط العفوي. دكتور، هلا موضوع العلاج، وصلنا للتشخيص وشخصنا المريضه، وسواء يعني الجمله كلها خلصناها. العلاج كيف بيكون التدبير؟ العلاج يكون حسب السبب. هلا قلنا انه العلاج بشكل اساسي المريضه اللي عندها علاج انتاني، او اذا السبب انتاني للاسقاط. نعم. في مريضه عندها انتان وفي عندها اعراض تهديد بالاسقاط. طبعا قلت لك الراحه ودعم المريضه النفسي هذا اهم، هذا خط مشترك بكل العلاجات. ولكن بالحاله الانتانيه نعطي صادات حيويه مثلا، ايوه، وندعم الحاله العامه للمريضه. بحاله اذا كان في تشوهات بالرحم، ان كان التصاقات او كان في حاجز بين الرحم، او اذا كان في اورام ليفيه، هون بقى نعالج السبب مشان ما يتكرر الاسقاط مره ثانيه. نعم. في حال هناك عندنا حاله كمان يؤدي الى الاسقاط المتاخر اسمه قصور عنق الرحم. صح. فقصور عنق الرحم الجنين يصل للاسبوع 24 25 ثلث ثاني وينزل لحاله بدون اي اعراض وبدون اي شيء. نعم. عنق الرحم يكون قاصر. هون بقى بالاسبوع بين 12 ل 14 ل 16 نعمل تطويق عنق الرحم. ايوه، مشان نحافظ على الجنين. حسب مثل ما اذا في تاكدنا من وجود اسباب مناعيه، يمكن ندعم الرحم نعطي للمريض اسبرين. انه كمان بريدنيزولون او مضادات الالتهابات الثروئيديه مشان مناعي كمان فينا نعالج المريضه. هناك علاجات كمان بالاضافه الى الفيتامين بي 12 بنعطى مشان الوقايه من التشوهات العصبيه. ينعطى هالعلاج اذا كان في اسباب. اضداد الفوسفوليبيدات، يعني اذا كان في اسباب مناعيه كمان ممكن نعطى اسبرين وعيار 80 ملغ كل يوم للمريضه كمان. حبي كمان يمكن تستفيد المريضة على هالأدوية هاي. فبشكل عام العلاج يكون حسب السبب. فالنقطة المحورية في تشخيص وفي العلاج هو التشخيص. أكيد. إذا عرفنا السبب يكون العلاج بقى بس سهل أو متوفر تماما يعني. فلازم المريضة اللي ناوية تحمل تخطط الحمل، تعرف زمر دمها، زمر دم الزوجة، تعمل اختبار السكر الدم، تعمل ايكو مره للرحم، تعمل استقصاءات كامله مشان تحضر للرحم. خاصه هناك مرضى ما بيعرفوا انه معهم قصور درق او عندكم قصور درق غير عرضي لبين ما يصير معهم اسقاطات، نعمل معه تحليل وفي والله في قصور درق، او في مريض السكريه ما بتعرف حالها وهكذا يعني. فكل حاله تكون خاصه، وكل حاله يكون لها سبب، وكل حاله لها قاعده بالتعامل معها يعني. اكيد. فلهالشيء بس تشخص الحمل تهديد الاسقاط لازم ندور على السبب ونعالج حسب السبب. تماما. دكتور، نحن دائما نختم لقائنا بنصائح وقائيه للمستمعين. اليوم الشريحه اللي مستهدفه هي شريحه النساء والآنسات، ومن ضمن يعني انا عجبتني المقوله انه اللي مقبلين على زواج او الازواج اللي متزوجين ومقبلين على انجاب مثلا يخضعوا مثلا تعليمات من عندكم يعني دكتور. هلا التخطيط للحمل هو مسؤوليه الزوج والزوجه ومسؤوليه الطبيب. نعم. فالمريضه اللي بدها تخطط للحمل لازم تراجع الدكتور. حلو. الدكتور بيفحصها، بيستقصي عندها اهم شيء الزمره الدمويه، ان حاله الدمويه ان كان معها فقر دم ولا لا. يستقصي عندها حاله الاباضه، حاله الرحم، على حسب عمر المريضه. نعم. فهون بقى مشان يخططوا للحمل بشكل علمي، ومشان يتفادوا هالاسقاطات هاي. ويتفادوا طبعا فقدان الحمل كارثه بالنسبه للمراه الحامل، خاصه اللي ما عندها اولاد واللي يتكرر عندها الاسقاطات. بيصير عندها هاجس. صح. وبيصير عندها فوبيا من هالشيء. شيء يعني نحن الاطباء النسائيه عم نعاني من هالمأساة هاي، ونشوف المرضانين يعني بالنسبه للطبيب وللمريض كمان. يفضل كل مريضه تخطط الحمل تراجع طبيبه وتعمل هالاستقصاءات هاي مشان توصل هالحمل هذا الى بر الامان.
أكيد. شكرا لكم دكتور منال محمد على الاستضافة الحلوة والجميلة والمعلومات القيمة. تسلم، الله يعطيك العافية. شكرا سلام. لكم. شكرا لزملائي بالكنترول، وشكرا لكم مستمعينا ومشاهدينا للي سمعونا وللي شاهدونا. بنتمنى انكم استفدتوا من هالمعلومات القيمة. الدكتور منال محمد كان ضيفنا بالاستديو، كنت معكم انا عماد خلف من وراء الميكروفون، وزملائي بالكنترول شيرين ومروان. على امل نلقاكم الاسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. ضلوا بخير وسلامة.